السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يبارك في الجميع وينصر إخواننا وأصدقائنا في فلسطين الحبيبة، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا في البداية مشكور الأخ علي من المغرب، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم يبارك في نحله ويبارك في نحل الجميع، بالخصوص الأصدقاء اللي بتشارك معانا فيديوهات باستمرار لعل الجميع يستفيد منها. طبعا الله يبارك في الجميع. النهاردة تاريخ 12 من شهر يناير لسنة 2025. تبارك الله ما شاء الله. زي ما احنا شايفين خلية الأخ علي بتتكون تقريبا من 5 براويز إن ما كنتش أنا مخطئ. ما شاء الله تبارك الله، 5 براويز أو 6 أتوقع يعني. طبعا زي ما احنا شايفين تبارك الله موضوع عليها عجينة سكرية أتوقع، ما كنتش أنا مخطئ. طبعا لو مخطئ أتمنى الأخ علي يصحح لي. طبعا هو شارك معانا الفيديو على الواتساب. ما شاء الله تبارك الله. لفت بس انتباهي إن الخلية مضغوطة. صحيح النحل فيه شوية شراسة، وده يمكن متعودين عليه دايما في منطقة شمال أفريقيا، سواء في الجزائر أو في المغرب أو تونس، اللي هي عامة بيكون متواجد فيها النحلة التلية. تمام. فطبعا الله يبارك في الجميع. لفت انتباه ان ما شاء الله ال6 براويز اللي داخل الخلية مضغوطة بالكثافة النحلية. ده امر ممتاز، بس انا شايف ان ربما يكون حجم العجينة اللي محطوطة للخلية اتوقع ان هي يعني زيادة شوية. هو صحيح مش هتضر، حجم العجينة مش هيضر، مش هيسبب مشاكل، ولكن انا افضل تمام ان مثلا 6 براويز زي اللي قدامنا دي نضع عليها مثلا في معدل نص كيلو. تمام. ما نزودش. انا شايف في عجينه محطوطه في الاعلى، وفي عجينه محطوطه ربما يكون في ارضيه الخليه. تمام. فطبعا انا اتمنى يكون دايما العجينه دايما افضل فوق الخليه او فوق الكوادر. لو فيه في الخليه مكان يسمح بكده يكون البراويز محطوطه ومن ثم محطوط العجينه فوقيها. الامر اللي بس اللي عاوز اشير ليه في اسفنجه قدامنا اللي هو الاخ علي بيشيلها. اتوقع ان هو كان عامل مثلا مكافحه للفروه، وكان حاطط الماده اللي خاصه بالمكافحه في الاسفنجه دي. ده ما كنتش انا مخطئ يعني. تمام. وده شيء كويس ان النحال كافح كل ما الاجواء تكون نقدر نقول معتدله من درجات الحراره، اعطي مكافحه على السريع، لا يوجد اي مشكله. طبعا فيما يخص ماده البروبليس او العجبر اللي احنا شايفين ان الاخ علي بيشيلها بالعتله، يعني انا افضل نتركها مع الاجواء الشتاء او الاجواء اللي احنا موجودين فيها في فتره الشتاء. سيبها. النحل هو اللي واضعها لاسباب ما، او نقدر نقول لمصلحه الخليه. تمام. فلذلك انا شايف ان الافضل ان النحال ما يشيلش كميه العجبر او البروبليس، او حتى لو في زوائد شمعيه اعلى الكوادر. تمام. امر بس عاوز انصح به الاصدقاء اللي بيتابعوا معانا، لما النحال يجي له فرصه وتتيح له الامر ان هو يفحص خليه، تمام، ما يزودش براويز، ما يزودش برواز او يزود بروازين او يزود 3. لا، حاول خلال شهر يناير اللي احنا موجودين فيه حاليا انك انت تشوف احتياجات النحل من التغذيه او من المخزون العسل. تمام. وما تزودش براويز الا لما الاجواء تعتدل ويبتدي النحل ينشط معاك ويتوسع في الحضنه، تقدر في اللحظه دي تضيف براويز مبنيه. تمام. داخل الخلية. دي نقطة بس لابد الإشارة ليها للأصدقاء اللي بيتابع معانا. الحاجز المصمت اللي الأخ علي بيحطه ده ممتاز، وأنا أشجع النحالين يحطوا جنب آخر كادر، جنب آخر برواز يضع عليه حاجز مصمت في اللين أبلكاش خشب. ممتاز جدا من أجل عملية التدفئة في الخلايا. تمام. فالله يبارك للأخ الحبيب من المغرب على النحل ويبارك للجميع، ومشكورين شكرا جزيلا.